تعد سوريا واحدة من أقدم البلدان المأهولة في العالم، حيث شهدت نشوء أولى الحضارات الإنسانية. سوريا، هذا البلد الذي كان يعرف يوما بلؤلؤة الشرق الأوسط، أصبح الآن خرابا. فكيف وصلت سوريا إلى هذا الحال؟ ارتبط اسم بشار الأسد بشكل وثيق بالدمار الشامل والصراعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا منذ العام 2011. يحمل المجتمع الدولي والتقارير الحقوقية نظامه المسؤولية المباشرة عن قصف المدن واستخدام الأسلحة الكيميائية، مما أسفر عن خسائر بشرية هائلة ودمار في البنية التحتية. زعيم خاض حربا ضد شعبه ونشر الإرهاب والفوضى في البلاد. في هذا التقرير المختصر سوف نتحدث عن الماضي المظلم لبشار الأسد وكيف أوصل سوريا إلى هذا الوضع، والدور الحاسم الذي تلعبه تركيا في هذه المنطقة. ولد بشار الأسد في دمشق عام 1965. وصل والده حافظ الأسد إلى السلطة بانقلاب عام 1970، مما بدأ فترة من الحكم الدكتاتوري لعائلة الأسد. كان بشار في الأصل يرغب بأن يصبح طبيب عيون، ودرس الطب في إنجلترا، ولكن بعد وفاة أخيه الأكبر أصبح الوريث للنظام في عام 2000. وبعد وفاة حافظ الأسد تولى بشار الأسد الحكم. في سنواته الأولى حاول كسب دعم الشعب بوعود الإصلاح، لكن من الواضح أنه لم يكن محبوبا كثيرا. لكن هذه الوعود سرعان ما تحولت إلى قمع ورقابة وحملات عنيفة ضد مطالب الناس. ابتداء من العام 2011 امتد الربيع العربي إلى سوريا، وخرج الناس إلى الشوارع ضد النظام القمعي الذي حكم لسنوات. لكن بدلا من الاستجابة لهذه المطالب بطرق ديمقراطية، اختار الأسد شن حرب كاملة ضد شعبه. حوصرت المدن بالدبابات، واستخدمت الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وشرد الملايين أنحاء العالم. اليوم يعاني ملايين السوريين من الجوع والدمار وآثار الحرب، وقد استمر نظام الأسد بدعم من حلفائه مثل روسيا وإيران في البقاء وفق شروطه الخاصة. كانت تركيا من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية، حيث لجأ إليها ملايين السوريين الفارين من ويلات الحرب. ولكن أكبر تحدي واجهته تركيا كان ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني. مع الفراغ الذي تركه النظام في شمال سوريا، أصبحت هذه التنظيمات تهديدا لتركيا، ومن خلال عمليات مثل درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام منعت تركيا إنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا. واليوم تتخذ تركيا موقفا حازما لضمان أمن حدودها وإعادة اللاجئين السوريين. في النهاية لم يعد الشعب السوري والمعارضة قادرين على تحمل سنوات من القمع والتهميش، فبدأت انتفاضة قوية ضد بشار الأسد تحولت إلى حرب شاملة. لقد أدخل نظام الأسد المنطقة بأكملها في حالة من الفوضى، وسيذكر الدمار الذي خلفه قائد تخلى عن شعبه في صفحات التاريخ. ومع ذلك تحاول دول مثل تركيا ضمان أمن المنطقة وتقديم الأمل للمظلومين.